الله على الجمال، الله. قلب الصغير ليه يتحمل، ايه الجمال ده؟ جميل جدا يا بنات. حلة محشي مظبوطة كده. خلاص الجو بدأ يسقع بقى، ودخلنا بقى على شتاء. اول ما الجو بدأ يسقع كده، اكلتين بنحطهم في دماغنا، المحشي والعدس. واكيد بقى النهارده بقى اخر الاسبوع كده، فقلنا نعمل حلة محشي حلوة كده ترم العظم كده، والاولاد يتبسطوا بقى لما يجوا المدرسة. هعمل معاكم ان شاء الله شوربة جميلة جدا، شوربة دكر بط كده. وهنعمل دكر بط معاكم، وهنعمله ان شاء الله بطريقه سهله خالص وبسيطه. واكل كده ما شاء الله، اكل كده يفتح النفس. الف انا يا رب على اللي اكل، والف انا على اللي بشوفه. دي الدكر بط بتاعي اهوت. انا عندي هنا يا بنات لما اكون عامله محشي، ما بحشيش القلب بتاع البط بصل ولا مرته ولا كلام من ده. يا دوبك هي بصل واحده بس كده، وبالبهارات وادعك قلبه كده كويس لحد ما تاخد طعم جميل. شايفين ما شاء الله واخد لون ذهبي جميل جدا. ايه الجمال ده؟ تعالوا اتفضلوا معايا، بخت والله تيجوا كلكم تاكلوا معايا وتدوقوا حلاوة وطعم الأكل بتاعنا. ما شاء الله جميل جدا. يلا جربوا معايا الطريقة، وإن شاء الله هنعملوه مع بعض معاكم. ما عملتوش من زمان، قلت بقى أنزل لكم بالفيديو الجميل دوت. يلا تتشجعوا وتقوموا تعملوا لأولادك. ده كربط كده حلو. دي تربية بيتي يا بنات، تربية حماتي ربنا يديها الصحة. تمام. مسكت بقى دكر بط كده، قالت لي تعالي يلا نطلع نمسك دكران بط كده، خدي دكر وانا دكر ونطبخه ونتغدى. قلت لها تمام يا حماتي. طلعنا بقى كده على الدكر على البط كده، نقيت اكبر دكر بط كده اهوت، ومسكته نضفته كويس جدا جدا، ودعكت قلبه كده بالليمون. وبتشيل بقى في اي حاجه بقى مش مظبوطه بتشيليها، الصغير اي حاجه. غسلته بالليمون والملح والدقيق والخل. لما دعكته كده وسبته بقى منقوع كده مع نفسه لحد ما اعمل خلطه المحشي. معايا بقى هنا 3 4 بصلات كده، بخرط المحشي على ايديا، ما بخرطش المحشي في الكبه ولا نعم البصل ولا كم من ده. حماتي قالت لي لازم المحشي يتعمل على ايديكي، البصله بتديكي طعم جميل. وانا بصراحه عملته بطريقه حماتي، وطريقه عجبتني جدا. وما شاء الله كل اللي بدوقها بيشكر فيها. خرطت البصل على ايديك وان شاء الله هيعجبك باذن الله. ضربت بقى شفشق طماطم. بس قبل ما انزل بالطماطم انا معايا البصله بقى حمرتها اهيت لون دهبي كده حلو. ونزلت عليها بعود كزبره اخضر، مع قرن شطه سبايسي كده حراق، مع قرن فلفل. وسبتهم كده لحد ما الفلفل والحاجه طلع لها ريحه، والكزبره، وقمت نازله عليهم بالطماطم. سمتهم بقى يسبكم، كنت عايزه كزبره ناشفه للمحشي. فطلعت بقى اللي انا جايبه الكزبره كده حب كده من عند العطار، وبحطها في الفريزر وبطحن اول باول. بس لازم قبل ما تطحنيها لازم تديها تحميصه كده على البوتاجاز، علشان خاطر يعني تتفرم معاكم بسرعه، تطحن بسرعه. تمام. دي شكلها هي بعد ما بردت، هي كنت امسكها بايدي لقيتها سخنه، وقلت اسيبها شويه كده بعد ما تبرد، واقوم حطها فين في المطحنه بتاعتنا كده. وقلت اما اطحنها بقى كده، كان ما شاء الله الكزبره دي كانت مخليه ريحه المحشي جايب لاخر الشارع كده، كان جميل جدا يا بنات. الحاجه كده اما يكون عندك على طول ما بتشتريش هم حاجه وكده. تمام. فانا كده بقى قمت حاطه الكزبره بقى فين في البرطمان بتاعها. وهزود بقى على المحشي بتاعنا. انت بقى اول ما الصلصه بتتسبك معاكي، ببدا انزل بقى بالبهارات. ما بزودش بهارات كتير على المحشي، هو يا دوبك كمون وكزبره وبابريكا كده عشان اللون. تمام. وايه و اللهم صل على النبي، وملح. وعنده بهارات كده مشكله بحطها على جميع كل شيء. تمام كده. بعد ما بزود له بقى البهارات يا بنات، والصلصه تتسبك، بقوم معايا كميه الرز بتاعتي، بقوم غسلاها، واقوم حطاها فين في قلب على قلب الصلصه كده، واقوم مقلبه بقى منها فيها بقى. معايا بقى الشبت بتاعي الاخضر، معايا الكزبره الخضراء، البقدونس الاخضر. وبقوم مقلبه بقى كده. انا عندي هنا الاضاءه ضعيفه في الصاله، فاللون طلع معاكم باهت كده. بس هي ما شاء الله كانت صلصه حمراء وكانت جميله. وهنا بقى بدات احشي بقى. اول بحط في ارضيه الحله، بحط فيها بصل وبطاطس وطماطم. النهارده بقى حطيت العيدان بتاعه الشبت والعيدان بتاعه الخضره، لان البصل غالي والطماطم غاليه والبطاطس غاليه. فقلت بقى نمشي نفسنا بالعيدان بتاعه المحشي. وما شاء الله كانت جميله جدا يا بنات والله العظيم. وكان شويه محشي حلوين كده، لان احنا معناش من زمان، وكان جاي على شقه كده. فببدا بقى اقطع بعيا الكرنب بقى كده بالمنظر ده كده، وبحطه في جنب لحد ما بملى بقى الحله بتاعتي. ودي كان اخر شويه كده بقى في الحله، وخلصت الحله بتاعتي كلها معاكم. فضل بس شويه رز حطيتهم في التلاجة، بعمل بهم ممكن محشي فلفل، محشي كوسه، اي حاجه اللي هعمله بقى ان شاء الله. وشويه شويه الرز اللي فضلوا هم نحطهم في التلاجة. وتعالوا بقى نسيب الحله بتاعتنا كده مع نفسها لحد ما نطبخ الدكر بط بتاعنا. انا جبت بصلتين اتنين بس كده، وبصل للشرب. هقشر بصلتين اعملهم مرتة،
تمام. وخرطهم برضو على ايدي، انا ما بستخدمش الكبه في اكتر الاكل، ما بستخدمش كبه خالص. دي بهارات مشكله اهيت، بس كان فيها حبهان كده فانا شلته. تمام. واحط بابريكا وفلفل اسمر وكمون وكزبره وملح، وادعك كل المرته دي كلها كده بايديا، ادعكهم جامد جامد جامد. هقولك بقى سر هيطلع معاكي البط بتاعك، الفراخ الطيور عامه طعمه حلو. ادعكي بقى المرته بتاعتك جدا لحد ما تحسي ان المرته نعمت تحت ايدك، وتكوني غاسله البط بتاعك او الفراخ كويس جدا، ومصفياه. تمام. لازم يكون مصفي حلو من الميه عشان الميه بتعمل زفار. وشويه مرتة بقى كده في ايدك، ودعاكي القلب من جوه، العظم بين العظم وبعضه، بين الجلد وبعضه. ادعاكي من يعني كل حته كده في البطه كده من جوه، ادعكيها. ومقفله بقى معاكي. جبت حله بقى، حله قلمويه. انا ليه مش بطبخ في تيفال ولا في السليستين؟ البط يا جماعه عشان تاخدوا منه طعم حلو لازم تطبخيه في حله قلمونيا. والله جربته ودقته، انا دقته في الحله التيفال، والله ما بيبقى حلو خالص وبغير طعمه. طعم الحله التيفال، الحله السيراميك، الحله الجرانيت بتغير لك طعم البط خالص. ولازم تكوني نازله كده بتدكر البط في قلب الحله، على نار عاليه. تمام. لازم الحله بتاعتك تكون ناشفه كده. كده بقى البط بتاعنا هيطلع طعمه حلو ان شاء الله. تمام. ما تكونيش مهديه النار، واسيبه بقى كده يتشوع كده مع نفسه كده لحد ما بينزل الشوربه بتاعته، وبقوم راجعه مزوده له بقى الميه بتاعته اللي هي تبقى شوربه يعني. دي بعد مرور بقى ساعة كده من التلويح البط، وقمت حاطة الشوربة عليه لحد ما شوربته بقت صفرة كده وجميلة ورايقة وحلوة، وشلت الريم بتاعها. قمت مزودة المحشي بتاعي. الشوربة بتاعت محشي البط يعني آخر سطر في الحلة بيبقى باين، مش بتكتري شوربة عشان خاطر أصلا الكرنب بينزل ميته وكده. تمام. شكل الشوربة بتاعتنا هي كانت رايقة وجميلة وصفرة وحلوة. هبدأ بقى عشان نشرب اللي نشربه بقى من الشوربة، وبرجع أبردها وبحطها فين؟ في الفريزر. لحد ما بحطها في الفريزر بقى كده لما بكون عايزه حاجه بقى بعملها. دي شكل البط بتاعنا بعد ما حمرته تحت الشوايه كده. اول ما بيطلع وهو سخن كده والبخار طلع منه اهوت، معايا دقه بقى كده برطمان محتفظه بيه فين؟ في المطبخ بتاعي. هبدا بقى ارش عليه كده من جميع النواحي. وهو هنا طالع من الفرن لسه، يعني مش بتسيبيه يبرد ولا حاجه، لا هو طالع. بتحسي ان الجلد بتاعه طعمه مسكر، طعمه جميل جدا جدا يا بنات والله العظيم. جربوه ان شاء الله تعجبكم، هيعجبكم بطريقه باذن الله. وعلى فكره برضو معلومه، البط لما يكون مش محشي بصل كتير بيستوي معاكم بسرعه، وده بط كان يعني شمورت. جينا بقى للحظه الحاسمه بتاعتنا بقى كده، حله المحشي جميله جدا جدا يا بنات. الف هنا يا رب على اللي اكلها، واتمنى تجربوا الطريقه وتعملوا الطريقه بتاعتي ان شاء الله. والبصل يتخرط على ايديكم، وان شاء الله الطريقه تعجبك باذن الله. هنا كان سخن موحوح كده، ما كنتش قادره امسكه، بس يا دوبك بمسكها بس اعرفك ان الحبايه بتاعته مفلفله وحبايته مظبوطه. ما شاء الله يا بنات، الف هنا يا رب على اللي اكله جميل جدا جدا. دي الشوربه بتاعتنا اهيت بعد ما غلت بقى خلاص والبط استوى وحمرناه. الشوربه بتاعته بقت صفرا وجميله جدا جدا يا بنات. اهيت تشربي بقى شويه شوربه كده، يعني يرم العظم كده وحاجه كده جميله مع حله المحشي مع البط. جميل جدا يا بنات. الف هنا يا رب على الاكل. وشوف البصل بتاعنا يعني البط مفيش فيه بصل خالص. لان كده كده يعني خساره. انا بعمل المرته لما اكون هعمل فته. تمام. انما لما اكون عامله محشي كده المرته مش بتتاكل وبنرميها. والبصل غالي، البصل كل البصل ب25 جنيه تقريبا او ب27، فمش مستاهله يعني تبذير ولا كده يعني. مش فاكره والله كنت بقول اي بنات معاكم الواتس رن عليا، مش فاكره. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم، واتمنى تشتركوا معايا في القناه. وشكرا جدا على تفاعلكم. الفيديوهات اللي جايه، مع السلامه.